في يوم استدعى احد الخلفاء شعراء مصر في عصره، وهم في طريق قابلهم شاعر فقير وكان شايل جره او بلاص مثلا، وكان رايح يملى الجره دي من ميه النهر. فلما لقاهم رايحين للخليفه راح معاهم، فالخليفه اكرمهم وانعم عليهم من نعم الله. فلما شاف الراجل ده بلبسه البسيط وجرته دي استغرب وساله: من انت وما حاجتك؟ فانشد الرجل وقال: ولما رايت القوم شدوا رحالهم الى بحر قطامي اتيت بجرتي. فالخليفه قال لرجالته: املأوا له جرته ذهبا وفضه. دب الحسد في قلوب الحضور وقالوا للخليفه: انه فقير ومجنون ولا يعرف قيمه المال ووارد ان يضيعه. فرد الخليفه عليهم وقال لهم: انه ماله فليفعل به ما يشاء. وبالفعل اتباع الملك ماله للراجل ده جرته ذهب وفضه. الراجل اخذ الجره وطلع بره القصر وبدا يوزع الذهب والفضه على الفقراء. لما الملك عرف بده بعت له وساله: لماذا فعلت هذا يا هذا؟ فرد الراجل عليه وقال له: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرون نجود. عجب الخليفه قوي رده وامر ان الجره تتملى ذهب 10 مرات، وقال: الحسنه ب10 امثالها. فانشد الفقير وقال: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر اوقات وساعات، واكرم الناس ما بين الورى رجلا تقضى على يديه للناس حاجات، ولا تقطعن يد المعروف عن احد ما دمت تقدر والايام طارات، واذكر فضيله صنع الله اذ جعل اليك لا لك عند الناس حاجات. فمات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس اموات.